شكرا. شكرا. مازال الاغاني بزاف اللي سرقوها ماشي غير هذه. وهذا اللي قال الروكان اخويا سعد، الروكان اللي يهضر على النحاس، قسنطينه عاصمه النحاس، يهضر الجزائر مش محتاجه باش تسرق فيديو على النحاس، عندنا صناعه النحاس ومسجله في اليونسكو باسم الجزائر مع بلدان اخرى، ماشي محتاجه الجزائر باش تجيب فيديو تاع المغرب وتحطه على اساس انه جزائري. عندنا صناع، عندنا حرفيين ما شاء الله. دير قسنطينه برك عاصمه النحاس قسنطينه. الحمد لله تراثنا غني. طيب لحظه، موضوع اليونسكو هذا موضوع ممكن يحسم الجدل هذا كله. يعني اذا كل واحد منكم عنده ان تلك التراث مسجل في اليونسكو خلاص يعني حسم الموضوع. اذا يعني لماذا نتجادل؟ النقش على المعادن. عموما اشكرك انت اخذتي حقك، شكرا لك. انا بعد ان اخذ الاخ التونسي والاخ الاماراتي ونعود الى حكيم، اريد صوت مغربي يرد على دوري. تفضل يا ابن العاصمه. طيب يا أسعد، أول شيء الأخت تكذب علينا الآن. الأغنية التي استمعت إليها يقول فيها المغني هي المسافر للبهجة، والبهجة هي الاسم الحقيقي لمدينة مراكش، فكيف تكون الأغنية جزائرية؟ تسمى مراكش البهجة؟ نعم، الجزائر العاصمة تسمى البهجة. ما تقاطعينيش. والقمر ما تقولش تكذب الجزائر. شوفي بدأتي تخالفي القوانين. سدي فمك. لا يا ولد العاصمة، لا ما تقاطعنيش، أنا ما قاطعتها. أنا أوجهها يا أخي، أنا ذا أوجهها لو سمحت. يعني طيب تبلع فمك يا أختي ما حد قاطعك. شوفي الكل كانوا صامتين وأنت تتحدثين. أرجوك تصمتي تماما وأنا أعطيك وأعطي حكيم حق الرد. أتمنى لا تقاطعي أحد لأنهم لم يقاطعوك، لن يسمحوا لك إذا تكلمت بعد ذلك. تفضل يا أخي. هذه أول كذبة. الكذبة الثانية هي مسألة البرنوس التي قالت نحن نسميه بالسلهام. طيب أسألك يا أسعد، من الأسبق، عبد القادر أم السلطان مثلا مولاي إسماعيل؟ أعتقد مولاي إسماعيل، صح؟ إيه. طيب هذه صورة لكل السلاطين المغاربة يلبسون السلهام. انظر، هذا السلهام. هذا السلهام هو هذا الذي تغطى به تبون عندما افتتح المسجد. تماما، كل السلاطين المغاربة. يا جاسم يعني البشت عندكم صح؟ ايه صحيح. البشت ايه، اذا تمام. طيب هذا مولاي اسماعيل والسلاطين المغاربة منذ قرون يلبسونه، هي تذكره فقط عند عبد القادر. فمن الأول؟ هذه قوية، هذه ممتازة. هذه قوية. طيب انتظر أراك ما هو أقوى منها. استمع يا أسعد. هذه شفايفك. البروموسيون تاع القفطان المغربي لا شارج كلشي حر فيه. اسمع. اليوم البروموسيون تاع القفطان المغربي لا شارج كلشي حر فيه. هذا جايب بروموسيون القفطان المغربي. هذا جزائري. المغربي. هذا أول شيء. أنا سآتيك الآن بالفيديوهات التي تتحدث عن القفطان المغربي. هذه أم كلثوم. أنا عجبني هنا أكثر ما عجبني هو أولا ثقافة المرأة المغربية، مثقفتها ومحافظة على العادات الجميلة اللطيفة بتاعتهم في الملبس الحشمة، لدرجة إني أنا أول حفلة لبست القفطان بتاعهم ده وغنيت بيه وعجبني جدا. هي كانت مفاجأة لينا. سمعت يا أسعد ماذا لبست أم كلثوم؟ لا أنت خلاص موضوع لا ما زال شيء، ما زال. لا ما دام سلاطينكم في ذلك هذه الأقدم. كان ولي عهد، هذا الحسن الثاني قبل أن يصبح ملكا. هذه أبناؤه وأخواته بالقفطان المغربي. هذا منذ عهد محمد الخامس. طيب أنا سأتكلم بالأدلة، لن نأتي بشيء من عندنا. الحديث عن المرق. نعم. فكر في المرقة البيضاء. المرقة البيضاء هي غير احنا الجزائريين في الشمالي، في بلدان شمال افريقيا، غير الجزائر اللي عندها المرقة البيضاء. جيراننا ما عندهمش المرقة البيضاء. في تونس سي توجور دو روج، في المغرب سي سورتو جون. الكركم والزعفران. المرقة البيضاء هي أصل الأكل في الجزائر.
ما يعرفوش التوابل يا أسعد، يأكلون المرق أبيضا مثل البول أجلكم الله، لا يعرفون معنى التوابل البيض، التوابل أصلا. طيب الأخت تكلمت عن الموحدين وقالت أن أصلهم من تلمسان. هذه بيعة أهل تلمسان لسلطان المغرب، هذه بيعة تلمسان. عندنا النسخة الأصلية لو تريد أرسلها لك. بيعة يقولون فيها: قد وصلنا بكتابك مخبرا بملاقاة طلائع قبائل تلمسان وما ظهر لكم في الجميع من حسن الانقياد والامتثال وما أظهر من الفرح والسرور بالدخول في بيعتنا والكون من جملة رعيتنا، ولا زالت وفود القبائل البعيدة تلد عليكم أفواجا. هذه هي الوصية التي أرسلت للسلطان مولاي سليمان، أرسلها لخليفته بتلمسان. هذه النقطة الثانية. هذا فيديو ثاني يا أسعد. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم رزقي جلابة تاع كاستور في وهران. البرودوي تاعنا هو جلابة قفطان من سوريا بدائية مغربية. اليوم شاركنا في المعرض تاع الشيراطون. هذا المعرض كان شاركوا في معرض الشيراطون بالجلابة المغربية يا أسعد. هذه نقطة أخرى. النقطة الثالثة اللي أريد إضافة. جزائريين، هم جزائريين هؤلاء ولا؟ طبعا. اسمع. Très bien. Je suis trop. Mais les autres régions, par exemple, jamais لبستي قندورة هكا عنابي. ماذا أباك شحال كنت نحب القفاطن. صح ما باليش سي ماروكان. سي ماروكان. J'adore ça. Je l'ai mis aujourd'hui. سي ماروكان. سي ماروكان. قالت لها أن الجلابة هي مغربية وهي تعترف أنها مغربية. شوف يا أسعد، مشكلتنا كما قال أركون: إن الجزائر بلد مشتتة الهوية، لأنها لم تكن يوما دولة مستقلة تصنع تاريخها بنفسها، عكس الأمة المغربية التي بنت إمبراطورية تواجدت عبر التاريخ، وهذا ما صنع عقدة جزائرية اسمها المغرب. هذا هو أكبر المؤرخين في العصور الأخيرة. سرقوا الكتبية. أنا سوف أتيك الآن بالفيديو. سرقوا مسجد الكتبية، صومعة الكتبية، وأدرجوها في يوم التراث الجزائري. هذه الكتبية يا أسعد. ها هو. للأسف سأنظف الكاميرا لا تظهر جيدا. أسبوع التراث الجزائري، وهذه الكتبية. أنت تعرف يا أسعد الكتبية طبعا. أي أموت فيها. ها هي. نحن إن سرقنا شيء فنحن نعترف يا أسعد. سرقنا جبل طبقان، حولناه من الجزائر إلى المغرب. طيب. هذه نحن نعترف بها ونقر بها. هذا يا أسعد، شوف هذا فيديو له يعني أقل من أسبوع. تاجر جزائري في مطارات المغرب يشتري القفطان بالعشرات وبالمئات حتى يأخذه معه إلى الجزائر. وهذا يعني أوقفوه ولا كيف؟ كيف؟ أوقفوه في المطار ولا من هذا؟ لا، ما أوقفوه، نحن ما نوقفه. هؤلاء سفراؤنا في الخارج يا أسعد، ويروج للقفطان المغربي. أنا مضطر أرجع إلى ضوء القمر لأن مداخلتك تقريبا. لا ضوء القمر ولا ضوء الليل يا أسعد. المسألة التي قالها قبلها ضوء القمر، الرجل كذب حين قال هذا القفطان سجلناه في اليونسكو. لم يسجلوه، المغرب سجله قبل شهر، هو والزليج. لن يسجلوا القفطان لا في يونسكو ولا يحزنون. القوم يكذبون، وإن ادعوا ذلك يأتوا بالدليل. هذه الآن اللي قالت لك ما عندهمش أرشيف، هو ما عندهمش أرشيف، حنا عندنا أرشيف. أين كنتم قبل 62 حتى يكون لكم أصلا أرشيف؟ هي مررت مغالطة أخرى حول الطربوش. الطربوش الأحمر يا أسعد، أتدري ماذا يسمى الطربوش الأحمر في تركيا؟ ماذا؟ يسمى فاس. هو يعود إلى عصر السلطان العثماني محمود الثاني. هناك موقع اسمه طرابي، هو موقع تركي سأرسله لك، يذكر قصة الطربوش التركي، ويقول أن رحلة الأسطول العثماني إلى الجزائر والمغرب للتجارة اشترى مجموعة من البحارة الطرابيش المغربية، وأعجب بها قائد الأسطول كان يسمى خسرو باشا.
الذي أمر بحارته أن يلبسوا الطرابيش عند زيارتهم للسلطان في إسطنبول، وعند رؤية السلطان لهم يقفون صفا واحدا مرتدين الطرابيش أعجب بها السلطان العثماني وأصدر فرمانا عثمانيا بتعميم ارتداء الطربوش داخل السلطنة العثمانية. إذن الطربوش الذي يسمى فاس في تركيا هو طربوش مغربي. الآن السؤال، إن كان القفطان آتي من تركيا لماذا يوجد قفطان في المغرب ولا يوجد في تركيا؟ هذا السؤال المحرج لن يجدوا له إجابة. إن كان القفطان تركيا وليس مغربيا لماذا القفطان يوجد في المغرب؟ حتى القفطان في الجزائر يأتون به من المغرب. أحسنت. اليوم مداخلتك هذه مركزة جدا. دقيقة خلني أشيلك من التكبير. أنا سأعطيك حق الرد يا أختي الكريمة، بس دقيقة واحدة خلوني آخذ جاسم حق الرد بعدها. أيوة ولا يهمكم، خليني أنظم الوقت. سد المايك. لحظة، من يتكلم؟ أنت الأخ التونسي. أنت الآن في السطح يا أخي. أيوة لو سمحت، أنا أريدك ضروري أنت ترجع. أنا أسعد. أوكي لو سمحت. جاسم تفضل، ثم الأخ حكيم. يا أسعد نرجع العاصمة. لا لحظة خليني أوزع الناس اللي بيتكلموا، أنا سأعود إليك مرة أخرى. جاسم ثم حكيم ثم المهرة، ثم نعود إليك أنت وبنختم anyway. جميل. تدري ان الموضوع بعيد كل البعد عن كل ما هو اماراتي، عني انا وانت وعنك. تدري انا يوم اجي بحاول اكون وياك في نفس مع اني انا وياك اختلف اساسا، بس في الموضوع ذا يعني نتثقف صراحه. يعني شوف ناخذ معلومات. الفرق بين الجزائري والمغربي، الجزائري يوم يجيك يتكلم انه متعصب، وكان الانسان اللي حافظ ومش فاهم. المغربي يتكلم بالدليل، خليك تاخذ دليل، يعني يجيك بالدليل. ولد العاصمه يعني خلى هذا شو اسمه ضوء الليل ولا شو اسمها اساسا. انا استحي انا لو مكان ضوء القمر انزل تحت ولا اسمع ولا اكمل مداخله ولد العاصمه ولا رد عليها اساسا، لان ما في شيء، ما اظن ان في تعقيب ممكن ان ضوء القمر يعقب على ولد العاصمه. يعني جاك بالدليل، ما يتكلم من فراغ. وكل من هو جزائري يجيك يتكلم يمرر لك مغالطات، ولا حد منهم يقول لك لا ما عندي جوال ثاني، لا ما عندي صوبي لابتوب، ما صوبي كمبيوتر، ما صوبي شيء. بس المغربي يسوي مجهوده ويجيك بالدليل ويضربك في الصميم. ترى يتذكر كل نقطة مرت عليها شمس القمر، ضوء القمر، وعقب عليها في نفس النقطة، يعني يضربها بنفس السلاح. بالنسبة لموضوع البشت هذا حسم، اعتقد الموضوع منتهي. شوف الموضوع منتهي، حتى انا وانت ندري. بس 5000 القسط، انا انسان يوم اسمع. طيب يا جاسم باعتبار انك لا مغربي ولا جزائري مثلي، انت رحت الجزائر، انا لم اذهب الى الجزائر، انت رحت الجزائر صح؟ ورحت المغرب. يعني وانت بتمشي في الشارع ترى هناك طابع اصيل في الانسان المغربي، في لبسه، في عرسه، في مناسبته، في عيده، بينما ترى الجزائري بالجنز والبنطلون لا كأنه الجزائري يعني عنده طابع أوروبي، عنده طابع فرنسي أوروبي. ايه يعني تحس انه ما في شيء تقليدي عنده، ما في تقليدي، يعني ما في شيء تقليدي. أنا حضرت عرس مغربي والله العظيم كأنها مراسيم تنصيب شخص معين في الدولة. صح والله العظيم. حتى في الأكلات شوف كانت وياي الوالدة طول الله بعمرها، وتشوف قالت وش ذا الشيء. يعني الحين هي تسأل، في كانوا ويانا مغاربة تسألهم، تجيك باللبس، كل منطقة لها لبس وطابع معين. اللي هو أطلسي، واللي هو سوسي، واللي هو صحراوي، واللي هو شمالي، وكل شيء. كانت ويانا بنت يمكن تكون موجودة مو موجودة، تعطنا كل شيء بالتفصيل. هذا من وين، تعرف تاريخ بلدها، تفتخر بهذا الشيء. على غرار الجزائري تدري ان في الاعراس عندهم الحين يحطون الاغلب الاكلات فرنسيه. انا شفت الفيديوهات متداوله وتقول وش يحط الجزائري في التاكوس. هذا التاكوس اكله شو اسمه من مدينه اللي هي بين بلجيكا وفرنسا، منطقه اسمها ليل. المغربي محافظ على تاريخه. وانت اذا مريت، انا مره رمضان اللي طاف قضيت 5 ايام في المغرب، اخر 5 ايام
بحكم كان عندي امهم ما علينا. فتحس ان في طابع ان في دوله مسلمه محافظه على تاريخها. يوم تجي يعني تلمس عراقه في العادات، في التقاليد، في الانسان الذي بيمشي في الشارع. ويستخرون بذا الشيء ويعرفون تفاصيله. بس غير يوم تسال الجزائري يقول لك وجدنا اباءنا عليها عاكفون، بس يوم تسال المغربي يعطيك التفاصيل، يعطيك تفاصيل. هو نفسه يعيشها. ايوه، يعيش ابا عن جد، ويعرف جده وجده الثامن عشر يعرفه، يقول لك هذا جانا من كذا ومن كذا وايام ويعترف ذا الشيء. واذا اعطيته ملاحظه تقول له ترى ذا الشيء غلط اللي يحصل في المكان الفلاني، يقول لك اي وحتى انا مو برضيان على ذا الشيء، ما يعارضك. اذا عرف ذا الشيء صح صح، اذا غلط غلط، ما يعارضك ذا الشيء ويتعصب او انه غير عن الجزائري ما تشوف اول ما يجي القسط متعصب وزعلان، كنا شارد، كنا شيء كلب يركض وراه، حد مطاردنا، يجي نفس الشيء اللي حافظنا. واذا قاطعته ينسى الموضوع، اذا تمت مقاطعه الجزائري ينسى الموضوع، لان انسان حافظ مبرمج. غير عن المغربي انت فرق من انسان ان انت تعرف جدك وتعرف تفاصيلك وتعرف تاريخك، اذا حد قاطعك ترجع لنفس النقطه عادي، لانك ذا الشيء متاصل في دمك، يجري في عروقك. الجزائري لا، بس الجزائري تجيها من الاخير. الاخت ضوء القمر اللي مرت على وجده مغربيه وفي المكان مغربي، ومرت على الاندلس وجديه استغفر، الاندلس جزائريه ووجده جزائريه وتلمسان جزائريه والخرابيط اللي بدون بيت هذه. اسالك سؤال بسيط زين، احنا على الراحات اتركك من القفطان واتركك من الهويه واتركك من دوله مر عليها الاستعمار 130 سنه، فاين هي الهويه من الموضوع؟ حتى لو كان عندك قفطان او لو كان عندك طاجين، كان عندك دمير عبد القادر، كان عندك منو ما كان، اذا مر الاستعمار على دوله معينه وفات ال100 سنه ما تم شيء، ما تم يعني ما يقول يعني لم يتبقى شيئا، لم يظل شيء. اذا مر عليك الاستعمار 100 سنه انت كنت مشغول اساسا، تقولون عندكم مقاومه، تقول عندكم ثوره، و400 سنه من العثماني وقبلها الاسباني وجاك الفرنسي، فاين هي الهويه في الموضوع؟ متى وش الشيء اللي كنت تاكله بذاك الوقت؟ وش الشيء اللي كنت تلبسه؟ كنت تروح تحارب في قفطان مثلا، تسوي ثوره في قفطان او في البشت او شيء مثلا، او تكرم اذا الفرنسيين اللي استعمروكم 130 سنه يعترفون بذا الشيء، بيعترفون بتاريخ المغرب وباصاله المغرب. واذا حنا من الشرق الاوسط بتمر محلات دبي، بتمر ابو ظبي، حتى بمقيوين اللي هي صغيره، ما تحصل الا القفطان المغربي والاكل المغربي والطاجين المغربي، تروح كل دول العالم والحمام المغربي والقفطان كل شيء مغربي، الحمام المغربي، وهذه ما نعرف ان كل ما هو مغربي والله العظيم. تدري حنا حتى في الامارات حنا نعرف ذا الشيء. اذا ودك زباين حط ذا الشيء مغربي، حط المكان كيف عيد هذه. اذا ودك زباين حط ضيف شيء مغربي، ضيف ذا الشيء مغربي، هذا الشيء مغربي، بس يجونك زباين على الهبل. تدري احنا في شو اسمه، ولد عمي كان عنده في مقيوين مقهى اسمه لاميزون، اسمه هذا اساسا اسم فرنسي، اسم لاميزون كافيه. هذا المحل ما كان يمشي زين. تدري جانا واحد مغربي قال انت ليش ما تحطون حريره؟ تحطون حريره على الفطور، تحطون ريوق عوض ما تحطون في الريوق هذا كان الريوق يعني الفطور. اي الريوق يعني الفطور، في الفطور ضيف الحريره، تاخذها تيك اوي، يعني تاخذها وياك وطلع في الفطور وكذا، وتسوي لكم مسمن مغربي وكذا. تدري ذا الشيء يوم ضفناه في المنيو وفي القائمه صارت ناس تاخذ وتنزل على السنابات كل ما هو مغربي. خلاص نسوا الفطور الاماراتي، نسوا المشرقي، نسوا كل شيء. يجونك ناس كأنها تفتخر انها كل شيء مغربي، تفتخر. حتى اللي يجونا تدري اني مره جلست ويا واحد من المانيا، هو الماني طيار يشتغل في الطيارة الاماراتيه، فهو تدري انه صار هو يحدثني عن تاريخ المغرب. اول ما جلسنا في المطعم وتعرفنا، فكنت انا حكم الوسيط المترجم بالانجليزي بينه وبين الويتر اللي هو المقدم، ما ادري شو تسمونه بالعربي، فنزين، فكنت وسيط المترجم، واخذنا اخذ وعطاء عن الحريره. فقال لي انا اول ما جربت الحريره جربتها في مراكش وكذا وكذا، واكلت على جنبها الطاي. تدري انه انا اللي عربي استحيت من نفسي، اذا جاني الماني والله اني استحيت من نفسي. الماني يعرفني بتاريخ وتقاليد وعادات المغرب، يقول لي اني حتى مره حاولت اني اروح في رمضان واجرب اعيش وياهم اللحظه ويراويني فيديوهات، انا استحيت في نفسي. طيب انا استحيت. يا جاسم ما رايك في رحله مشتركه
في المغرب والله العظيم. يلا اعطيني رقم اتواصل معك، والله بنرتب بتواصل وياك في الخاص. تواصل معي نرتب على رحله كذا معتبره. هو كرساله بريئه لاخواننا في الجزائر، كل شيء واضح، فلا داعي انكم تشوف تجينا انت يا الاخت سرقوا لنا اغنيه وسرقوا لنا شعار وسرقوا لنا مدري سرقوا لنا اغنيه. طيب اخي جاسم، انا اتمنى بس تعطيني مجال اعطي الاخت ضوء القمر او حكيم. انا ارى انك تخلي ضوء القمر، ربما هي افضل. عندي لا فقط عندي، تسمح لي اختي الجزائريه، عندي مداخله قصيره فقط ونعود. طيب. شوف، تتكون من نقطتين. النقطه الاولى عندي رد على الروكاني والله جاي طالع فيديو ويقول لك كذا والمغربي شلحوه وسرقوه. يا اخي والله غباء هذا. احنا نعرف انه اي صوت تاع قناه جزائريه تقدر تاخذ الصوت وتوضعه على ذاك الفيديو نتاع المغربي، هذا شيء مفروغ منه. الاكاذيب هذه احنا والفناها. ثانيا، النقطه الثانيه بما يخص الحضارات. انت يا اخ اسعد اكيد راك تسافر وكذا وتعرف الجغرافيا. الحضارات من وين تجي من الصين، تجي من الحضاره العربيه الاسلاميه، من مصر بلد الفراعنه. كي تجي وتمر من مين تمر على الجزائر. انت تعرف ان المغرب هو كجزيره. كل الحضارات مرت من عندكم. شوف الخريطه تعرف من وين جاتهم الحضاره. محيط اطلنطي يمتد لالاف الاميال. يعني انتم مجرد ممر للحضارات، ممر. لا قصدي قبل ان تكون في المغرب اعرف انها كانت اولا في الجزائر. هذا شيء مفروغ منه، ما نبغيش يعني ندخل قفطان وما قفطان. يعني قصدك ان انتم في الجغرافيا قبل المغرب. اكيد والحضارات تتنقل بهذا الشيء، هذا شيء مفروغ منه. بس المغاربه لا يقولون ان هناك حضاره جاءت، هم يقولون لك هم حضاره، هم انفسهم حضاره. يا اخي الحضاره احنا نعرف الحضاره وانت تعرف. انت تعرف اين ما هي امهات الحضاره. كل شيء يتنقل. خلينا هذا موضوع جغرافيا مفصول فيه. لكن انا الشيء اللي بغيت نقوله الحمد لله لما نلاحظ الحاقدين على الجزائر كلهم ناس بلدانهم محتلة. ما حد حاقد يا اخي، والله ما حد حاقد. لا اسمح لي فقط نكمل المداخله. الان عندك هذا الاماراتي حاقد وانا حاقد والامم المتحده. لا انت مانيش نحكي عليك. الناس اللي راهم يتهجموا على الجزائر نلاحظ انهم ناس بلدانهم محتله. الاخ هذا قال لك انا في مثلي انا محتله. لا انت عندك امرك خاص، انت عندك حاله خاصه. انا نتمنى من الاخ هذا جاسم مثلا، هو بغض النظر على بلده اللي الجزر تاعه محتله وكذا، انا نتمنى والله اني عرفت انك ستقول الجزر. اسمح لي، لا كي يجيه الصهيوني في المطعم بيحط له حريره ولا بيحط له ايه؟ احنا الحمد لله كل من يهاجم الجزائر ناس جبناء مذلولين منبطحين لبني صهيون. لا نجد شريف يهاجم الجزائر، هذا شيء شرفنا. لا نجد شريف الحمد لله لحد الان. انا ما لاحظت انسان شريف فيه الشرف في اهله في بلده يهاجم الجزائر. كلهم الناس المذلولين، كلهم الناس المنبطحين، كلهم الناس الفجار. ابناء الشوارع. اسكت انت لا تخلل. ابناء الشوارع يا اخي. اسكت ما تقاطعني. يا اخي ما تقاطعني بالله. ما تقاطعني. يتكلم عن الشرف. ما تقاطعني. ليش انت معني؟ حسيت نفسك انك معني. لو سمحت هو انا الشرف والاسره يا اخي ما حسيت نفسك انك معني. ما ذكرك يا اخي، ما ذكرك. لا يتكلم. لا هو معني اذكرني انا عديم الشرف هذا اللقيط. لقيط من لقيطه. ولد العاصمه ولد العاصمه لا يا اخي لازم تنزل. اسمح لي انزلك يا ولد العاصمه. سبحان الله. انا احترمت القصه نتاعك يا سي اشعث، ما سبيت. لكن اخر الكلمه اللي حبيت نقولها، الحمد لله ما نصيب انسان شريف من بلد شرفاء. اليمن شريف، رجال الله يبارك صراحه. حتى وانت بالك ماكش منهم ولا كاش حاجه، بصح عمر الانسان الشريف ما يهاجم الجزائر. الشيء اللي لاحظناه. امكم منا والله. خلنا نشوفك. ايوه والله ناو. يلا
اسعد الحمد لله. قلت لك انا والله العظيم كل القيسات اللي شفتهم عندك، كل من يهاجم الجزائر اما بلده محتل اما عميل لبني صهيون يحطوا لهم الحريره على المطعم، وجاي تتكلم على الشرفاء. الحمد لله ما في شريك شكرا لك يا اخي بيهاجم الجزائر. شكرا لك. هذه عقده المؤامره، كل من يهاجمكم هو ما له مدري ما له ومدري ما له. الاخت المهره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مريضه؟ الحمد لله، لكن الحمد لله عندنا القوة والجلد الكافي باش نواجهوا هاد المدعين، هاد شداد الآفاق، هاد الكذابين عديمي الشرف حقيقة وليس فقط قولا كما يدعون علينا. كانت المساحة طالعة أروع مما يكون، إلى أن جاء واحد سفيه ويتهم الناس بقلة الشرف ويتسبب من نزولهم يا المهرة هو يرى هكذا، هو يرى أن ما يعادي الجزائر إلا واحد مش شريف. أنا متهم بنفس التهم. قال لك كل من تدخل ها هنا وهاجم الجزائر فهو عديم الشرف. هذا واش صلح له؟ انا نصلح، انا من حقي نجاوبوا على هذه النقطه وما ندوزهالوش مرور الكرام. لا وانت ايضا ترى ان كل من يحارب المغرب هو عديم الشرف. انا هذاك عديم الاهليه عندي، عديم الصواب، هذاك راه عنده جنون رسمي، انايا ما ندخلوش حتى للشرف، هذاك راه عديم الاهليه. على اي الاخت اللي كتهضر على القفطان قال لك اصله هما اللي ردوه مروكي. المهم القفطان راه اصله المنصوريه نسبه الى يعقوب المنصور الموحدي المغربي، يعني ما تشميش ما تدوزي من تما يا اخوان، عندك لا انتماء ولا تقدري تهضري عليه ولا تنسبيه لك. وفي هذيك الاثناء حس الجزائر ما كايناش الوجود، كنتم قبائل مشرده وجمعوكم الفرنسيس وداروا فيكم الخير وعطاوكم اسم. عمرنا لا سمح فرنسا لا في الدنيا ولا في الآخرة. يا المهرة وضوء القمر وجاسم، والله اني مضطر اغلق اللايف اضطرار شديد اخي جداً. اسعد نكمل المداخله ديالي، انا عيانه وطلعت لعندك والله العظيم. لانك عيانه، لان هذه اللي كتهضر ما تجبديش سميتي، ما تجبديش سميتي لا يا ضوء القمر والله ما تجبديش سميتي على فمك وما تحسيش المايك. انا ما رجعتش على ولد العاصمه وما رجعتش ما تفتحيش المايك، ما تفتحيش لحظه انا يا اخوات يا اخي التونسي، انا غادي نقصفك دابا، غير تسناي. يا قودي ما نهضرش معاك. اسمعي الكلبه كتقول يا قودي، اسمعي الكلبه. اكيد انت مستعملها، فهمتيني؟ المشكله جايه في الوسط، ماشي بحال الوضع ديال اسبانيا جايه على الساحل وكذا، اكتشافات وكذا، واخا كتبات فيها اسبانيا، فهمتيني؟ فهمت هذا هو الفرق، فهمتي؟ فهمتك يعني ضمنوا مصالح ربما كبيره اللي تعطاتهم اكثر من ما يقدم لهم المغرب. وهذا هو علاش رجعوا لنا في الاتفاق اللي كان بيننا وبينهم. هذا هو علاش غيروا موقفهم لهذا السبب. هذا الرجوع ديالهم في الاتفاقيه يعني بحال غير الجبيلات العرجه داكشي اللي جراو على الناس. وهذا واش هاد الخروقات يعني كتلغي الاتفاقيه قانونيا؟ لا انا الصراحه هاد الخروقات كنشوف عندها اعتبار واحد وهدف واحد، هما باغيين يعاودوا معنا الحرب من الاول. الطريق اللي سالك المغرب في الدبلوماسيه مشات بعيد، فدابا هما مصالحهم يضبطوا كارطه ويعاودوا التفراق من الاول، وتلقاو هذا الصراع ارتفع ملي يرجع المغرب للاتحاد الافريقي، فهمتي؟ هما راه ماشي في صالحهم هذاك الشيء كامل، ماشي في صالحهم، لأن هو اختار، هو دار واحد الخروقات في الاتفاقيه، لا في 69 ولا في 72 ولا كذا ولا كذا، خصو شي حرب جديده وتولي اتفاقيه جديده وشروط جديده. كلام بعض الناس كيقول لك كلام ديال عبد المجيد غير حمق غير كذا، شي كلام وراه ميساج مبطن اصاحبي للدوله العميقه ديالو ديال ما غنتخلاش على ميل في الصحراء. راه مساله وجوديه، راه ماشي مساله اعتباطيه بالنسبه لكم صحابكم، هما راه غير مبدا، غير ناس مظلومين غير كذا، راه مساله وجوديه. هكاك علاش قائم النظام خصو ياخرك في ذاك الملف باش ما تمشيش. واي واحد ما كيطلبش الحق غيستغل هذه الفرصه ويدير نفس هذا الفعل، يعني ما تستغربوش.
نفس اي واحد. اللهم نلهيك انا ولا تجي عندي نتايا، بقى عندك ديما كنلعب في تيرانك. لا راه هادشي اللي كاين. انا عندك صح اخويا طابط خير، لان واحد المره انا سمعت وحدين من بوليزاريو مع الجزائريين مناقشين، الاخرين كيقول لهم هما مازيغين، كيقول لهم صافي قهرتونا نسيروا في حالكم على بوليزاريو. الاخرين اش قال لي راه حنا اللي شادين هذاك المغرب، نهار اللي نحيدو حنا تحيد حنا اشكاليتنا غيطالبك بالاراضي ديالو. يعني اصلا هاد القضيه ديال الصحراء اصلا هما دايرينها بحال بارشوك، ما كاين لا ما عندها هذيك شعارات خاويه ديال لا خط دفاع اول فوالا خط دفاع اول ودخلوا معاه حتى القضيه الفلسطينيه فوالا. بغيت نسولك خايت عبط واحد السؤال ديال اللي قلتي ان الاتفاقيه وقع فيها واحد الخرق، ماشي كنعتقد ان البرلمان هو ما صادقش عليها وبالتالي هي غير ملزمه لنا، وهما عارفينها بانها غير ملزمه لنا.